مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله، وسعد الله مساكم الإخوة الكرام. تحية طيبة لكم من مدينة الداخلة أقصى الأقاليم راك الجنوبية. خبرتي علينا في لايفات ما كنتيش معنا. قلبت عليك واحد لا، النهار، قلبت مرات متعدد ما لقيتكش. الله يحفظك، فقط الانشغالات في منصات أخرى، ولكن شكرا جزيلا أولا على المساحة، وكل التحية والتقدير لكم من مدينة الداخلة أقصى الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية المغربية، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، ولا ننسى الأطلسية. سعيد جدا بالتواجد معك الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، الدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث والكاتب والمحلل السياسي، محسن الجعفري خبير المالي والاقتصادي والباحث في المجال الاقتصادي السياسي، نبيل هرباز المدون واليوتيوبر المغربي ومدير موقع جسر بريس الإخباري، وطبعا سائق شاحنة حفار قبور الكراغلة في المنصات التيك توكية. على أي الإخوة الكرام، أعتقد أنه السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي ستجنيه الجزائر أو النظام العسكري في الجزائر من ما يحدث الآن في جنوب إفريقيا؟ أنا من خلال قراءتي المتواضعة ومن خلال متابعتي لتحليلات ما يسمى بين 4000 قوس المحللين من دولة الجزائر وحتى متدخليهم السياسيين، أعتقد أن الجزائر والجزائري يعلم جيدا أنه لن يدخل البريكس، وأقصى ما يمكن أن يصله النظام العسكري في الجزائر هو أن يأخذ مقعد مراقب، وهذا من المستحيلات أو أنه صعب الوصول إليه لعدم توافق أعضاء الأساسيين في البريكس على شروط انضمام الدول إلى منظمة البريكس. لكن السؤال الآخر الذي يضع نفسه، أو الذي يمكن من خلاله أن نقرأ كل هذه البروباغندا التي يقوم بها الإعلام الجزائري وحتى من يعتقدون أنهم مؤثرين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي: لماذا كل اللغط على وصول زعيم تنظيم البوليزاريو، أو إن صح التعبير زعيم جمهورية تندوف، لأن طائرة تم أخذها من مطار تندوف في اتجاه جوهانسبورغ الجنوب إفريقية؟ فأعتقد الأخوة الكرام أن الجزائر تعرف جيدا أنها لن تأخذ شيئا من قمة البريكس، بل الغاية الأساسية الآن هي أن تخرج ببروباغندا إعلامية وصيت إعلامي وأخذ صور لصنيعتها البوليزاريو حتى تعطي مادة إعلامية لكلابها، واعتذر عن هذه الكلمة لأنه حقيقة ما نراه هنا ليس محللين سياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينتمون إلى دولة الجزائر طبعا. فأعتقد أن الغاية الأساسية هي أن يعطوا بروباغندا إعلامية يتحدثون عن أن البريكس قد طلبت أو أنها أقدمت بإرسال دعوة إلى جمهورية تندوف. لكن حقيقة الأمر الإخوة الكرام أن القاصي والداني يعلم أن جنوب إفريقيا هي من الدول الحليفة لما يسمى الآن جمهورية تندوف، وهي تدعم هذا الطرح. فأتوا بهذا الشخص ليصنع بروباغندا إعلامية ليغطوا على فشل انضمام النظام العسكري الجزائري للبريكس. فأعتقد الإخوة الكرام أن المتابع للصيت الإعلامي للبروباغندا الإعلامية في الجزائر لا يتحدثون لماذا لم يذهب تبون إلى البريكس ليكون مع رؤساء وزعماء الدول. لماذا لا يتحدث الإعلام الجزائري هل فعلا سننضم إلى البريكس أم أننا لا ننضم؟ الحديث كله عن وصول زعيم تنظيم البوليزاريو، أغلى رجل على الجزائر، لأنه ما صرفته الجزائر على هذا الشخص لم تصرفه على أي مواطن جزائري كيفما كان نوعه حتى وإن كان رئيسا. فكل الحديث الآن هو عن هذا الرجل، كيف وصل إلى هناك، وكيف أن هناك هالة إعلامية كبيرة يتم تسويقها حتى من أصغر التيكتوكيين إلى أعلى ما يسمى الإعلام في الجزائر. والغاية الأساسية هي التغطية على فشل النظام العسكري في الجزائر في الانضمام إلى البريكس، أو حتى الجواب على السؤال الذي يطرحه الجزائري العقلاني: لماذا لم يذهب تبون إلى منظمة البريكس أو لحضور هذا الاجتماع؟ لماذا لا يكون هناك حديث هل فعلا سينضم النظام العسكري الجزائري إلى البريكس أم لا؟ كل الحديث هو عن ما يسمى انضمام أو دعوة تنظيم البوليزاريو لحضور هذه القمة. تحية طيبة دكتور منار سليمي ولكل ضيوفك الكرام. شكرا لك، شكرا لك الرأي المغربي. في الحقيقة هذه الفكرة راها جوهرية. أن تبون يعرف جيدا بأن لم يقبل طلب الذي قدمه في روسيا وقدمه في الصين، لذلك غاب عن الحضور وحاول أن يجعل من الحدث هو حضور بن بطوش. إذا بن بطوش هنا لعبة تستعمل عن تغطية ديال الفشل ديال الجزائر. هنا بان بأن بن بطوش بات له استعمالات متعددة، وفي نفس الوقت الفكرة اللي قلنا أنه خاص واحد الحدث اللي يمكن يخرج بن بطوش أنه على الأقل في صحف ديال جنوب إفريقيا بالخصوص
ويعتقد الناس ديال المخيمات بانه راه المساله ناقله العالم، خاصهم شي حدث قبل بدايه النقاش على التقرير ديال الامين العام ديال الامم المتحده وقبل القرار ديال مجلس الامن. دائما هما في هذه المرحله كيقلبوا على شي حدث، ولكن ربما كاملين كنتفقوا بانه هذا الانهيار اللي وقع من ان الجزائر كانت كتدفع اموال وكتبحث على اعترافات، الان ولات كتدفع اموال كبيره وكتبحث على فقط ان بن بطوش يحضر وياخذ صوره. ولحد الان انا تبعت النقاشات، لقيت شكون اللي دار تصريح بخصوص الحضور ديال بن بطوش، وهو الحفيد ديال مانديلا، هذا اللي شناه في الجزائر.